بنت عندها قدرة خارقة في إنقاذ البشر من الكوارث الطبيعية قبل ما تحصل، بيكون سبب موتها أهل قريتها اللي بتساعدهم. انتوا مع محمد شمس، وده فيلم من الآخر، وما تنسوش الاشتراك واللايك المتين. بنشوف أطفال قرية مكسيكية وهما بيحدفوا بيت بنت اسمها آنا بالطوب علشان هي لازم تموت، وإنها ساحرة شريرة، وبسبب حزن آنا شديد بتنزل للقبو بتاع بيتها وبتخلص على نفسها. بس وهي بتعمل كده بيظهر كائن مخيف ليها وبتموت. وبعد سنين بنروح لأمريكا وبنشوف بنت كفيفة اسمها سيدني، وبتقدر إنها تلحق شاب كان هيموت قدام الأتوبيس وهو بيعدي الطريق، وبيشكرها وبيعرفها إنه ما قدرش يلمح الأتوبيس، وبتعرفه سيدني إن ولا هي حتى لمحته. وبتحكي سيدني إنها فقدت حاسة البصر من وهي طفلة، ومن ساعتها وهي بتقوي باقي الحواس اللي عندها، وإن ده ساعدها في العزف على الكمان، وإنها في أكبر فرقة الولاية بتاعتها. وبتكون بالليل قلقانة لإنها هتعمل عملية في عينيها علشان ترجع تشوف، لكن أختها بتكلمها وبتطمنها إن القرنية وصلت المستشفى من المتبرع، وإنه خلاص كلها ليلة وهي ترجع تاني تشوف كل حاجة. وتاني يوم بتعمل العملية، وبعدها بتدخل عليها طفلة إليشا وهي بتقولها ما تعليش صوتك لإنها هربانة من الممرضات اللي بيجروا وراها علشان يدوها العلاج. وبتعرف سيدني إن عندها ورم في دماغها وإن في عملية خطيرة هتعملها اليومين اللي جايين وهتبقى كويسة. وبعد ساعة بيوصل الدكتور اللي بيخلع الشاش من على عين سيدني اللي بتشوف خيال أختها بس بتكون عينيها مزغللة جدا ومش شايفة كويس. وبيعرفها الدكتور إن كده العملية نجحت وإن مع العلاج هتبقى رؤيتها أحسن. ولما ترجع الغرفة بتزورها إليشا وبتفرح لها جدا. وبالليل بتقوم سيدني من النوم على صوت الست اللي نايبة جنبها، وبتكون عينيها لسه مزغللة، وبتشوفها وهي بتكلم كائن أسود، وبياخدها من كتفها وبيخرجها على بره. وبعدها بتختفي الست معاه، لكن بترجع تاني قدام سيدني بس بشكل مرعب. وتاني يوم بتعرف من الممرضين إن المريضة اللي شافتها امبارح ماتت الليلة اللي فاتت. ولما بتروح للدكتور بتاعها بتحاول تعرف منه بيانات عن الشخص اللي اتبرع ليها بالقرنية، لكن مش بيقول لها، وبيعرفها إن المهم بالنسبة ليهم دلوقتي إنها تاخد بالها من نفسها شوية، وإنها لازم تمشي على العلاج علشان الرؤية توضح بالنسبة ليها. وهي ماشية سيدني من المستشفى بتاخد صورة مع إليشا للذكرى، وفي البيت بتاعها بتلاقي إن كل أصدقائها وجيرانها متجمعين علشان يحتفلوا برجوعها تاني تعرف تشوف. وبالليل بتنام سيدني مع الكمان بتاعتها، وبتقوم بالليل على صوت غريب في بيتها، ولما بتروح تشوف مصدر الصوت بتطلع من الفرن نار بتمسك في وشها وبتصرخ وبتطلع نايمة، وإن كل ده كابوس. بس لما بتشوف بيتها بيتغير شكله وبيرجع تاني زي ما كان. وتاني يوم بتروح على الطبيب اللي هيكمل في حالتها اللي اسمه بول، وبتعرفه إنها اتعمت لما تمت ال5 سنين، وإنها حاولت تعمل عملية زرع قرنية لما تمت ال12 سنة، لكن العملية فشلت. وبتقول لبول إنها بتشوف حاجات مش طبيعية من ساعة ما عملت العملية، وبيقول لها إن ده طبيعي ولأن مع الوقت هتبقى أحسن ومش هتشوف حاجة من الخيالات دي. ولما بترجع البيت بيطلع إن في خيال قدام بابها، وبيطلع طفل خايف مديها ظهره، وبيعرفها إن شهادته ضاعت وللسبب ده أبوها يعاقبه وهو خايف منه. ولما بتلتفت سيدني علشان تشوف الصوت اللي وراها بترجع متلاقيهوش قدامها. ولما بتروح علشان تقعد مع مديرها في الفرقة بتشوف واحدة قدامها وبتعرفها إنها مش هتخرج من هنا بسهولة، لكن برضو بتختفي وبتظهر تاني قدامها فجأة وبتخليها تتحدف على الشخص اللي وراها من كتر الخوف. ولما بيرجع سايمون بتعتذر له وتمشي. وبالليل تحلم سيدني ببلد غريبة ما شافتهاش قبل كده، وبنت بتحاول تنقذها من الحريق لكنها مش بتقدر. ولما بتقوم من النوم بتلاقي إن كل اللي حواليها نفس الحلم لكنه بيختفي تاني. ولما بتروح لبول بتعرفه إنها لسه بتشوف خيالات غريبة، بس هو بيقول لها إن حالها المفروض دلوقتي تبقى أحسن. ولما تطمن سيدني لكلامه بترجع على بيتها وتشوف التلفزيون، بس بيطلع دخان من ورا بابها وبيظهر الخيال الأسود اللي بتشوفه ورا الباب من العين السحرية، وبيتحول البيت كله المصنع بيتحرق وكل الناس اللي فيه بتموت. وبتقوم بعدها من النوم وهي مفزوعة علشان تكتشف تاني إنه كابوس. ولما بتنزل للشارع بتلاقي إن في واحدة بتعدي من خلالها، ولما بتبصلها بتلاقي إنها نفس الشخص اللي خبطتها عربية جرينيها وماتت.
وبتشوف الخيال الأسود وهو بيظهر تاني علشان ياخد الست ويسحبها ويختفوا هما الاتنين. وساعتها بتكتشف سيدني إنها بتقدر تشوف الأرواح، وبتروح بعدها على مطعم وبتكلم بول علشان يجي يلحقها وبتعرفه مكانها. وفجأة بتشوف سيدني إن الإزاز بيتكشر وكل اللي في المطعم بيتحرق تدريجياً وهي جواه. ولما بيوصلها بول بيستغرب وجودها في المطعم اللي اتحرق من أيام، وبيعرفها إن مات فيه 5 أفراد. وبتعرفه سيدني وقتها إنها بقى عندها قدرة خارقة وبتشوف أرواح الموتى، وإن كل سبب ده هو القرنية اللي اتنقلت ليها. لكن بول بيعرفها إنها هلاوس بتجيلها علشان بقالها فترة مش بتشوف، لكن بتحزن بعدها وبتعرفه إنه استحالة يساعدها غير لما يحس بيها. ولما بتروح سيدني على البيت بتلاقي إن في راجل عجوز شكله غريب مديها ظهره في الأسانسير، وبتعرف من شاشة المراقبة إنهم مش باينين فيها وإن ده معناه إنه شبح. لكن سيدني بتسيب الأسانسير ده يركبوا شخصين تانيين وهي بتركب الأسانسير التاني، بس بيظهر وراها تاني، وبس بتتفزع لما بتشوف الراجل ده بيطير وراها. ولما بتطلع الدور بتاعها بتلاقي الطفل اللي كان قدام شقتها وبيجري على الشباك علشان ينك منه، بس بيكون الشباك مغلق وهي بتكسره بإيديها علشان تشوف الولد، لكنه بيطلع مش موجود. وفي الطريق وهي راجعة على شقتها بتلاقي الولد بيجري وراها وهي بتهرب منه على شقتها، وبتدخل تكسر كل الأنوار اللي موجودة في شقتها علشان تخلص من الرؤية اللي هتدمر لها حياتها، وبتحبس نفسها في شقتها. ولأنها ما بتنزلش بقالها مدة بيروح لها بول علشان يطمن عليها وبيكلمها وبيعرفها إنها كده بترفض نتيجة العملية اللي خلتها ترجع تشوف، وبياخدها على المستشفى علشان يشيلوا الإزاز من إيديها وتبات الليلة دي في المستشفى. وبتشوف إليشا اللي بتصحيها من النوم وبتقول لها إنها خلاص عملت العملية وجت علشان تودعها، وبتسيبها وتمشي. وقتها بتعرف سيدني إنها ماتت ورايحة مع الشبح الأسود، وبتعيط عليها سيدني. وتاني يوم بتقول لها أختها إن إليشا ماتت وسابت ليها الصورة اللي اتصورتها معاها بعد العملية. ووقتها بتركز سيدني على شكلها وبتقول لأختها إن دي مش هي. ولما بتروح تبص في المراية بتشوف نفس الشكل البنت اللي شبهها، وبتكون هي دي البنت اللي انتحرت بسبب أهل قريتها. ولما بتروح على بول علشان يقول لها على بيانات اللي اتبرعت ليها بالقرنية مش بيرضى يقول لها علشان ده ضد القانون. ولما بترجع مع أختها على شقتها بتلاقي برضو البنت صورتها في مراية الحمام، وبتسألها سيدني عن سبب وجودها وهي عايزة إيه، وبتفتحها عينيها وقتها علشان تخليها تشوف حادثة حريق بتحصل على طريق وفي ناس كتير بتموت بسببه. ووقتها بتكسر سيدني المراية من بشاعة المنظر. وتاني يوم بيعرفها بول إنه هياخدها على البنت اللي اتبرعت ليها بالقرنية وبياخدها على المكسيك وبيكون اسمها أنا. وبتشوف سيدني خيالات على الطريق لأشباح بتتحرق بتطلب منهم المساعدة. ولما بيوقفوا بيشوفوا فعلا إن في مصنع محروق، وبيسأل بول أطفال القرية عن حريق المصنع وبيعرفوا إن كل العمال اللي كانوا فيه ماتوا وإن سبب الحريق هو الساحرة اللي كانت شغالة فيه. ولما بيروحوا على بيت أنا بيعرفوا إن هو ده بيت الساحرة اللي الولد كان بيشاور عليه، وبيقابلوا أمها تيريز اللي بتعرفهم إن بنتها أنا خدت منها موهبة إنها بتشوف الأشباح، وإنها كانت بتعرف الحوادث بتاعة الموت قبل ما تحصل، وبيكون ده سبب تسميتها الساحرة الشريرة. وبعدها بتلاحظ سيدني للشبح الأسود في البيت ورا تيريز وبيجيلها فعلا سكتة قلبية، وبياخدها بول بعدها على المستشفى. وبتدخل سيدني غرفة أنا اللي بتوريها تيريز وهي رايحة تحذر صاحب المصنع من الحريق اللي هيحصل وإنه لازم يخرجوا كلهم، لكنه بيكون فاكرها مجنونة وبيطردها لبره، وبعدها بيولع المصنع باللي شغالين فيه. ولما بتنزل سيدني لقب والبيت بتلاقي أنا اللي بتشنق نفسها، بس ساعتها بتروح لها علشان تنقذها لكنها مش بتقدر وبتموت على ايديها قبل ما تقول لها. وبيدخل عليها بول وبيعرفها إن تيريز أنا ماتت بسكتة قلبية في المستشفى. ولما بيرجعوا الاتنين على أمريكا بيكون في حادثة في الطريق موقفة السكة، ووقتها بتشوف سيدني إن هو ده الكابوس اللي دايما بتحلم ديه، وإن كل اللي حواليها دلوقتي هيولعوا لو ما لحقتهمش. وبتجري على أتوبيس مليان ركاب وبتعرفهم إن في قنبلة في الأتوبيس ده وإنهم لازم يهربوا بسرعة قبل ما يموتوا. وفعلا الكل بيهربوا قبل الحريق، وبتحصل فعلا الحريق، بس بيكون فاضل طفلة محبوسة في العربية، وبتروح سيدني علشان تحاول تنقذها لكنها مش بتقدر. وبيجيلها بول بعدها اللي هيكسر الإزاز ويطلع البنت، ولما بيحصل الانفجار بيطلع الإزاز لعين سيدني اللي مش بتشوف بعدها. ولما بتكون على سرير المستشفى بتسأل بول إن كل الناس بأمان، وبيعرفها إن كل خرج من الحادثة سليم بسببها. وبعدها بنعرف إن سيدني رجعت تاني مش بتشوف وهي في حفلة تكريم ليها في الأوبرا.
ولحد هنا يكون خلص فيلمنا، وما تنسوش بقى لايك شير واشتراك فيلم من الآخر علشان يوصل لكم كل جديد.